مش عاوزة تقفي في المطبخ كتير وتفرهدي نفسك في الحر ده، وعايزة تعملي غدا لولادك فاخر من الآخر؟ تعالي هنا طلبك عندي. هنعمل طبختين في خطوة واحدة، وكمان مش هنوسخ ولا فرن ولا بوتاجاز ولا مواعين وحلل كتير. الطريقة سهلة جدا يا جماعة، ومش محتاجة فرهدة كتير، بجد الجو حر. مش محتاجة منكم غير دعما للفيديو، لايك وشير، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. شايفين بقى البطاية دايبة دوب مع شوية خضار سوتيه، جنبهم بس طبق رز ابيض كده او رز بشعريه، وطبق سلطه او مخلل. كده عملنا غدا كامل متكامل. يلا بينا نسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. عندي هنا بطاطسايه، على جزرتين، على شويه كوسه كان عندي في التلاجة، وليمونه وشويه ملح وفلفل وبصلايه مفرومه، مش اكتر من كده. تقدري طبعا تشكلي الخضار اللي على كيفك وعلى مزاجك واللي انت بتحبيه او اللي موجود عندك. تبلت بقى الخضار كويس جدا، بس زودت الملح سيكه علشان خاطر البطايه كمان تتطعم معايا. حطينا توابل ايه؟ حطينا ملح وفلفل اسمر وبس، وحطيت شويه دبس تمر. انا حبيت الموضوع يا جماعه. هنحشي بقى البطايه. طبعا البطايه مغسوله كويس جدا بالملح والدقيق والليمون، ومخليه ريحتها زي الفل، ما فيهاش اي ريحه زفاره. لازم تتاكدوا ان الطيور ريحتها كويسه. تعالوا بقى نجيب كيس حراري حجمه متوسط، وهندخل فيه البطايه بتاعتنا. وطبعا الخضار اللي اتبقى بعد ما حشيت البطايه هحطه كده جنب البطايه. بصوا، طبعا السوائل اللي نزلت مع الخضار ديت اللي هي دبس التمر وميه البصل طبعا يا جماعه لما اتحط عليها الملح. هنحاول نحط الخضار كده تحت البطايه عشان يتشرب من طعم البطايه، وكمان علشان يدي فرصه للبطايه تاخد لون معاه. هجيب بقى الشريط اللي هو بيتقفل بيه الكيس، وانا غازها كده وادخلها الفرن. بس كده بس كده عملنا الاكله بتاعتنا. ما خدتش معانا ثواني. هنعقم بقى الترابيزه مطرح ما اشتغلنا بشويه خل عشان يبقى نضفنا ورانا. بتاخد حوالي من ساعه، ساعه ونص، حسب حجم البطايه. انت تعرفي امتى استوت من غير ما تفتحي الكيس؟ لما بتاخد لون جميل كده معاكي. انا حبيت اخدها المره دي لون فاتح شويه، ما حبيتش اغمقها قوي زي كل مره. هنقطع كده الصدر بتاعها عشان نتاكد انها استوت وانها دايبه. بصوا لقيتها هتتفرتك معايا، رحت قلت اشيلها من تحت، ايه اسهل. هحطها بقى على سيرفيز واطلع الخضار كده حواليها، وشويه رز زي ما قلت لكم، شويه مكرونه وشويه سلطه حسب ما انتوا حابين. الموضوع سهل جدا وبسيط، ونقدر نطبق الوصفه دي. عملتها معاكم قبل كده بالفراخ، وفراخ بيضه عادي خالص، بتطلع برضو تحفه جدا. شايفين بقى؟ مش قادره اقول لكم الخضار كان طعمه عامل ازاي مع لحم البطايه. ولو سبتوني كده هخلص عليها وانا واقفه. ما تنسونوش بقى تدعموا الفيديو بتاعي بلايك يا جماعه، وكل فيديو بقول لكم اللايك، ما تنسوش اللايك، لان بجد بجد الناس بتتفرج وبتمشي. انا ببقى زعلانه جدا. يعني اللايك مش هيحتاج منكم غير ان انتوا هتضغطوا عليه. يعني مفيش اي مجهود هتعملوه ولا اي فلوس هتصرفوها. جميل. وشيروا بقى لكل اصحابكم وحبايبكم. مع السلامه.